السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الأفاضل أينما كنتم طابت أوقاتكم. أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية الخاصة بكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا. إذا ولله الحمد، وحسب آخر تحديثات للنماذج العددية للطقس وآخر إصدارات النموذج الأمريكي الجي في اس يشير إلى أجواء غير مستقرة وتساقطات مطرية قد تطال أجزاء واسعة من المملكة المغربية والمناطق الجزائرية والتونسية والمناطق الليبية، واحتمال حتى بعض المناطق من غرب موريتانيا. وكما يظهر لكم من خلال هذه الصورة، وكما قلنا النموذج الأمريكي هذا التحديث الذي أصدره قبل قليل يشير إلى أجواء غير مستقرة وتساقطات مطرية خاصة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر قد تطال المناطق المغربية، وذلك المناطق الشمالية للبلاد والمناطق الوسطى، واحتمال المناطق شمال الأقاليم الجنوبية، واحتمال تسجيل صعود مداري قد يطال المناطق الجنوبية للمغرب مرورا من الدخلة والقويرة والعيون وأسرد وصولا إلى بئر أنزران وكذلك القويرة، وتساقطات مطرية قد تطال كذلك المناطق الغربية الموريتانية. وكذلك من المتوقع أن تتأثر المناطق الليبية أو المناطق الجزائرية بدورها بتساقطات مطرية هامة، حيث يشير النموذج الجي في اس الأمريكي إلى تعرض كل الولايات الشمالية الغربية والوسطى والشرقية إلى تساقطات مطرية. وهذه التساقطات ستكون خلال الأسبوع المقبل، وستقتصر في البداية على المناطق والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد والسواحل الوسطى نتيجة لعبور اضطرابات جوية من جنوب غرب القارة الأوروبية. وخلال الأول من ديسمبر من المتوقع أن يتشكل لدينا منخفض جوي قد يؤدي إلى تساقطات مطرية هامة بباقي المناطق والولايات الداخلية بالنسبة للجزائر. أما بالنسبة لتونس فالنموذج الجي بي اس الأمريكي يشير إلى أجواء ممطرة من الشمال نحو الجنوب بكمية هامة، حيث من المتوقع أن تهم هذه التساقطات المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية للبلاد، مع تركز الأمطار على السواحل والسواحل الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد بكمية هامة بحول الله تعالى. وستأتي هذه الحالة نتيجة لاندفاع منخفض جوي كما قلنا ابتداء من الأول من شهر ديسمبر المقبل. نفس هذا المنخفض من المتوقع أن يجلب تأثيرات مطرية هامة نحو المناطق الغربية لليبيا والمناطق الوسطى، واحتمال حتى السواحل الشمالية الشرقية، هذا حسب رؤية وتحديث للنموذج الأمريكي والذي كما قلنا صدر قبل قليل. بالنسبة لتحديث النموذج الأوروبي للذكاء الاصطناعي، هو الآخر يرى أجواء متقلبة ويضع أمطارا هامة قد تطال المناطق الليبية أو مختلف المناطق الليبية الشمالية من الشرق نحو الغرب ووصولا حتى للمناطق الجنوبية الغربية للبلاد، ويضع كذلك كافة المناطق التونسية من الشمال نحو الجنوب تحت وقع تساقطات مطرية، وتساقطات مطرية هامة قد تطال السواحل والمناطق الشمالية شرقي الجزائر والوسطى وبأقل حدة المناطق الغربية، ويضع تأثيرات مطرية على المناطق الشمالية للمغرب بشكل ضعيف عموما، ويضع المناطق الوسطى وكلما اتجهنا نحو شمال أقاليمنا الجنوبية بالنسبة للمملكة المغربية ووصولا للأقاليم الجنوبية مرورا من العيون والسمارة ووصولا إلى الدخلة والقويرة وأوسرد وبئرانزرا، حيث يضع هذه المناطق تحت تأثير لصعود مداري قد يؤثر على المناطق الموريتانية كذلك بتساقطات مطرية هامة. وبالنسبة لتحديث النموذج الأوروبي، ولكن للأمانة هذا التحديث يعود إلى الصباح لأن التحديث المسائي لم يصدر بعد، وفور صدوره سوف أقوم بنشره على صفحتي بتحديثات كصور وكذلك عن طريق نشرات مكتوبة بحول الله تعالى، حيث يرى النموذج الأوروبي ويستبعد الحالة القوية على المغرب لحدود هذه اللحظة، ولكن من المتوقع أن يلتحق في التحديثات القادمة، حيث يشير إلى احتمال صعود مداري عموما ضعيف قد يؤثر على المناطق الجنوبية للمغرب، واحتمال مرور جبهة الممطر على المناطق الشمالية للمغرب، وتساقطات مطرية قد تطال المناطق الغربية للجزائر، وأمطار هامة قد تطال السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية لتونس، وأمطارا قد تكون محليا مهمة بالمناطق الوسطى والجنوبية لتونس والمناطق الداخلية للجزائر، وكذلك يضع تأثيرات هامة من الأمطار على كافة المناطق الشمالية لليبيا من الشرق نحو الغرب بكمية هامة قد تقتصر وتكون محليا قوية عند السواحل الغربية للبلاد. بالنسبة للتوجهات العامة بالنسبة للنموذج الأوروبي OCMWF،
والذي يشير إلى أجواء ممطرة خلال شهر ديسمبر أو خلال شهر ديسمبر، وأمطارا أعلى من المعدلات كما سيظهر لكم من خلال هذه الصورة متابعينا الكرام، حيث لدينا الأسبوع أو سنذهب بكم تقريبا إلى هذا الأسبوع الممتد من 24 إلى الأول من ديسمبر، حيث يضع المناطق الساحلية الشرقية للجزائر والسواحل الوسطى والمناطق الشمالية لتونس تحت واقع تساقطات مطرية قد تطال السواحل الغربية لليبيا. وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر والممتد من 1 إلى 8 من ديسمبر، يشير النموذج الأوروبي والسيام دبليو اف بالنسبة لتوقعات متوسطة المدى إلى أجواء ممطرة وأمطار أعلى من المعدلات في كافة المناطق التونسية من الشمال إلى الجنوب، وكافة المناطق الليبية، وكذلك بعض المناطق الجزائرية خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية، وأمطارا أقل من المعدلات بالمناطق الشمالية للمغرب، وقد تكون حول المعدلات بالمناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية للبلاد خاصة أقصى جنوب المغرب، حيث إذا ذهبنا تقريبا إلى صورة دول شمال إفريقيا كما سيظهر لكم من خلال هذه الصورة، سيتضح لنا، ننتظر حتى يتم إكمال هذا التحديث. متابعينا الكرام، نستغل هذا التوقف القليل. إذا كنت غير مشترك بالقناة فأرجو أن تشترك في قناتنا وتفعل خاصية الجرس ليصلك كل جديد. متابعينا الأفاضل، نعتذر، هل هناك بطء في شبكة الاتصال؟ لأننا أردنا، نعم كان لدي انقطاع على مستوى شبكة الاتصال. الآن ستعود كما يظهر لكم من خلال الصورة. يضع أمطار أعلى من المعدلات على المناطق الجنوبية للمغرب، المناطق الجنوبية للجزائر، المناطق الليبية، وهذا يشير إلى صعود أو استجابة مدرية لهذه المنخفضات التي قد تكون مدعومة بصعود مدري هام بحول الله تعالى. إذا قمنا كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة، نرجو أن تكون سنذهب بكم إلى باقي التوقعات كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة. سنذهب إلى الأسبوع الثاني من 8 إلى 15 من ديسمبر، أجواء ممطرة وتقلبات هامة على كافة دول شمال القارة الإفريقية وحتى شرق المتوسط. للأمانة تظهر الصورة بأن الأمطار ستكون أعلى من المعدلات. كذلك خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر ما بين 19 و 22 أمطار أعلى من المعدلات على المناطق الشمالية، على كافة المناطق الجزائرية التونسية الليبية المناطق المغربية والموريتانية. وبالتالي شهر ديسمبر كما قلنا ونؤكد بأنه قد يكون شهر استثنائي بحول الله تعالى فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه التوقعات صحيحة، وأن تستجب النماذج العددية للطقس في تحديثاتها المقبلة وتشير إلى هذه التقلبات التي حقيقة بدأت تستشعر النماذج هذه التوقعات وبدأت تشير وتلمح إلى صعود المدري، وبالتالي هناك ملامح وبوادر لفترة قوية من الأمطار بحول الله تعالى على المنطقة المغربية خلال الفترة المقبلة أو خلال شهر ديسمبر إن شاء الله تعالى، والتي نتمنى أن تنتهي معه فترة الجفاف التي عانينا منها خلال السنوات الماضية. نتحدث قرابة من عام 2015 والأوضاع متدهورة من حيث التساقطات المطرية. هذا كل ما لدينا في هذه النشرة، نشرت مفصلة مع اقترب الحالة مع إعطاء الأماكن والمناطق المعنية بالتفاصيل سواء على صفحتنا أو على قناتنا على يوتيوب. والآن أشكركم على حسن هذه المشاهدة، وأتمنى أن تشتركوا في القناة، تفعلوا خاصية الجرس، تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي نواصل كتشجيعا لنا وتقديرا لنا على هذه المجهودات. والسلام عليكم.